مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. العمل على إفادة سكان مديرية كركبة من المشروع الزراعي القائم. توزيع أراضي الملكية الخاصة في ضاحية لاجين. دعوة لشباب مدينة مصوع للعمل بالتركيز على التكنولوجيا. ومقتل جنود ماليين في هجوم على قاعدة عسكرية. حداد عام في أفغانستان إثر هجوم مروع بالعاصمة كابول. والصين تتطلع لإعادة علاقاتها مع اليابان إلى مسارها الطبيعي. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن الملازم جبرغال أرينياس المسؤول الفني بساوا وضواحيها بمؤسسة المواشي والقلال عن الدفع بقوة لإفادة سكان مديرية كركبة من المشروع الزراعي الكائن في المنطقة، وأوضح بأن مشروع كركبة الزراعي يعمل بجدية منذ العام 2017 مركزا على إعطاء الأولوية لإفادة المواطنين من البرامج الجارية في منطقتهم، حيث تم توزيع هكتار لكل واحد منهم. ويعمل 970 من المواطنين القادمين من مديريتي كركبة وسلعة وغيرها من المناطق في تنمية تلك الأراضي بشكل فعال. وأشار إلى أن مزارع المواطنين تروى بالري الصناعي حتى فترة الحصاد، إضافة إلى الخدمات التي تقدمها الآليات الثقيلة، حيث بلغت معظم المحاصيل المزروعة مرحلة الإثمار، فيما توجد المزروعات المتأخرة في وضع جيد. وتشير المعلومات الواردة بأن مشروع كركبة الزراعي ينتج إضافة إلى الأنشطة الجارية من قبل المواطنين الذرة والقمح والقطن والسكر والمانجو والمحاصيل الزيتية وغيرها من المنتجات الزراعية. من جانبه قال مدير مديرية كركبة السيد عبد الكريم إدريس أن القرار المتخذ لإعطاء السكان أولوية الاستفادة من المشاريع القائمة في منطقتهم أثر إيجابا في استقرار المواطنين الرحل باتباع النشاط الزراعي والتمتع بحياة مستقرة. هذا وقد عبر المستفيدين من المشروع عن فخرهم وسعادتهم بالفرص المتاحة لهم، مؤكدين جاهزيتهم لتعزيز الإنتاج بمضاعفة الجهد. تم توزيع أراضي الملكية الخاصة بضاحية لاجين من مديرية قال نفحي على 583 من المواطنين المستحقين والذين أكملوا واجباتهم وفق اللوائح والتعليمات التي أصدرتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة في العام 2014، حيث يوجد من بينهم 211 من الإناث. وفي مراسم التوزيع التي نظمت في 28 من يناير الجاري، ألقى مدير مديرية قال نفحي السيد محاري يوهنس كلمة أوضح فيها أن بعض المواطنين ممن أكملوا واجباتهم لم يحضروا نتيجة لبعد المناطق وغيرها من الأسباب، كما أن بعض أبناء المنطقة لم يكملوا مستنداتهم بشكل جيد، مؤكدا بأنهم سيحصلون على حقوقهم في حال إكمال كل ما يطلب منهم. وقد عبر أهل المنطقة عن ارتياحهم لبدء عملية توزيع الأراضي الملكية الخاصة. الجدير بالذكر أن عملية توزيع أراضي الملكية الخاصة قد جرت أيضا خلال الأسبوع الماضي في قريتي أمبيتو وعد مزمات. نظم سمينارا قانونيا ل400 من الموظفات العاملات في الشرطة وقسم الهجرة والجنسية بالإقليم الأوسط، تركز على زيادة معرفتهن القانونية. وأوضح الخبير القانوني السيد سامييل جبر برهام في السمينار الذي نظمته لجنة الوزارات بالاتحاد الوطني للمرأة أن القانون يعد أساس كل شيء في كافة المجتمعات، وأن عدم معرفة القانون له أضرار بالغة، حيث قدم توضيحا مسهبا في السمينار عن القوانين الوطنية والقوانين بصفة عامة. وقالت المشاركات في السمينار أن مثل هذا السمينار له أهمية كبيرة لارتباطه المباشر بأنشطتهن اليومية، مناشدات بضرورة استمراريته وارتقاء محتواه. هذا وقد قدمت رئيسة اللجنة السيدة ألم برهي كلمة ضافية أوضحت فيها أهمية هذا السمينار وضرورة تنظيم سمينارات مماثلة مستقبلا. دعا سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلي تولى برهان دعا شباب الإقليم لمواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز معارفهم وتبني قيم المجتمع السمحة والعمل لتحقيق المستقبل المشرق. وفي الكلمة التي ألقاها السيد هيلي في الاجتماع الذي عقد في 25 من يناير الجاري لفرع شباب العامل، قال أن الاستثمار الجاري في الشباب هو استثمار المستقبل، موضحا أهمية دعم كافة الجهات خاصة الجبهة لبلوغ الهدف المنشود. من جانبه قدم رئيس الفرع السيد أداخلتي نوغوسي تقرير أنشطة الفرع التي نفذت في العام 2017 والمتمثلة في المجالات التنظيمية والسياسية والصحية والثقافية وكذا الاجتماعية والتعليمية والرياضية. وقد تم في الاجتماع المصادقة على برامج العام 2018
بعد مناقشة التقرير من ضمنها تقوية تأطير الشباب العامل وأنشطة النفير الجماعي وتوزيع المنشورات التوعوية والتبرع بالدم، بالإضافة إلى تنظيم سيارات تفقدية إلى الأماكن التاريخية والتنموية. بدوره قال مسؤول المكتب المركزي للشباب السيد عقباي برهي أن أنشطة شباب مدينة مصوع خلال السنوات الخمس الماضية ظلت تحقق نتائج مشجعة بفضل الجهود المنسقة الجارية، داعيا إلى تعزيز تنسيق الشركاء لإنجاح البرنامج. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 4 جنود في مالي خلال هجوم على قاعدتهم في شمال شرق البلاد قرب الحدود النيجيرية. قضت هجوم أسفر عن مقتل 14 جنديا حسب تصريحات مصدر عسكري. وأكد مسؤول عسكري بأن المهاجمون وصلوا على متن دراجات نارية وآليات، ثم أطلقوا صواريخ على المعسكر لتحلق على إثره مروحيات عسكرية فرنسية في سماء المنطقة. وقد قتل السبت 14 جنديا وأصيب 18 بجروح خلال الهجوم الذي شنه إرهابيون على معسكر في سومبل التي تبعد نحو 100 كيلومتر جنوب غرب تومبوكتو. ويبعد معسكر ميناكا الذي تعرض للهجوم الأحد 700 كيلومتر شرق تومبوكتو في منطقة قريبة من حدود النيجر تنشط فيها المجموعات المتمردة الجهادية. هذا ولم تتحدث السلطات عن خسائر في صفوف المهاجمين. أعلنت الحكومة الأفغانية الحداد العام على الضحايا الذين سقطوا جراء هجوم دامي بالعاصمة كابول قتل فيه أكثر من 100 شخص أعلنت جماعة طالبان المتشددة مسؤوليتها عنه. ويعد هذا الهجوم من أكثر الهجمات عنفا في أفغانستان منذ شهور، ووقع بعد أسبوع من الهجوم على فندق في كابول قتل فيه 22 شخصا. فقد قاد المهاجمون سيارة إسعاف محملة بالمواد المتفجرة ووصلوا إلى شارع مزدحم في منطقة مليئة بالمباني الحكومية والسفارات. وقال وزير الصحة وحيد مجروح أن معظم المصابين الذين بلغ عددهم 191 شخصا كانوا من الرجال. وأوضح نصرة رحيم متحدث باسم وزارة الداخلية أن المهاجم مر عبر نقطة تفتيش للشرطة بعد أن أخبر الشرطة أنه يقل مريضا إلى المستشفى. قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الياباني تارو كونو خلال اجتماع في بكين أن الصين تتطلع إلى العمل مع اليابان لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي. وشهدت العلاقات بين الصين واليابان ثاني وثالث أكبر اقتصاديين في العالم خلافات بسبب نزاع على مجموعة من الجزر في بحر الصين الشرقي. وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن وانغ قال لكونو أن زيارته التي جاءت مبكرة هذا العام تظهر رغبة اليابان القوية في تحسين العلاقات، وأن الصين تشيد بذلك لأن تحسن العلاقات يصب في صالح البلدين. وقال وانغ أن الصين تأمل لا تتخلى اليابان عن جهودها وتتطلع إلى أن تحول أقوالها إلى أفعال، وأن تعمل مع الصين على إعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي في أقرب وقت ممكن. من داخل استوديو بحي بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية، خلط الرسام إريك لوبريستي في رسم لوحات لمناظر طبيعية لا يمكن أن يجدها المرء عادة في الأعمال الفنية الشعبية. ويرسم الرسام النيويوركي مواقع تجارب الأسلحة النووية وبيئتها التي تحيط بها، وذلك من أجل زيادة الفهم حولها والمساعدة في التعامل مع الخوف الشديد الذي تثيره هذه الأسلحة كما يقول. فقد نشأ الرسام لوبريستي في ولاية واشنطن الأمريكية بالقرب من موقع هامفورد لإنتاج البلوتونيوم، وكان والده يعمل في تنظيفات ما بعد التفجير. وسيعرض لوبريستي أعماله في الفترة من 5 أبريل وحتى 26 مايو في معرض بعنوان محيط الضوء في نيويورك. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة، وحتى جيد اللغة تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل.